السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه السنه الجديده. ربنا يجعلها سنه الخير والسعاده والرزق عليكم جميعا يا رب. هنعمل بقى كده تورتايه سهله وبسيطه. يلا نسمي بسم الله ونخش على المقادير. في شفشق الخلاط كده نزلت بكوبايه من السكر، عليها كوبايه من اللبن، عليهم كوبايه الا ربع من الزيت، وثلاث معالق كبار كاكاو خام. اضرب بقى كده مكوناتي دي كده كويس لغايه ما بقوا معايا بالقوام ده. قوام صوص الشوكولاته دوت بيبقى كده مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، نفس القوام كده. مليت بقى كده كوبايه، وانا هقول لكم هنعمل بالكوبايه دي ايه. ده كده هيبقى معانا صوص الشوكولاته اللي هنزوق بيه التورتايه بتاعتنا. وبقيه الصوص اللي في الشفشق الخلاط انزل عليه باتنين من البيضه، معايا كده اتنين بيضه بدرجه حراره المطبخ. ونزلت على البيض كده بكيس من الفانيليا، واضرب كده الخليط بتاعي ده كده كويس. ضربت كده الخليط بتاعي وفضيته كده في بولة فاضية. معايا بقى هنا كوبايتين من الدقيق منخولين، وعليهم رشة من الملح، وعليهم كيس بيكنج باودر. هقلبهم كده كويس مع بعض. واسمي الله وانزل بالدقيق على الخليط بتاعي. اقلبه بقى كده كويس. لو لقيتيه تقيل معاكي شوية زوديله شوية من المية او شوية من اللبن. لو لقيتيه مظبوط خلاص ما تزوديش اي حاجة. انا كده لقيته معايا تقيل شوية فهزوده شوية من اللبن لغاية ما يبقى قوام الخليط كده معايا مظبوط، نفس قوام الكيكة العادية. طبعا كنت مسخنة بقى الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. جيب بقى كده صينية وادهنها كده دهنة بسيطة من السمنة. مسحت كده بقى الصينية مسحة من السمنة. انزل بقى كده بالخليط بتاعي. قوام الخليط بيبقى بالشكل ده كده، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، القوام المظبوط ده. وزي ما قلت لكم الفرن كان سخن من قبليها على درجة حرارة 180. وهي في الفرن بقى نجهز مع بعض الكريمة بتاعتنا اللي احنا هنعمل بيها التورتايه. نزلت كده بكوباية من الكريم شانتيه الخام، وعليها نص كوباية من السكر البودرة، ومعايا كوباية مية متلجة. انا مش بنزل بالمية كلها مرة واحدة، بنزل بيها تدريجيا واحدة واحدة. طبعا عندك مضرب كهربي اضربيها بقى بالمضرب الكهربي، ما عندكيش اعمليها بالمضرب السلك. وانا عملتها بالمضرب السلك العادي وبتطلع برضو نفس النتيجة بتاعت المضرب الكهربي. انا حبيت ان انا اعملها بالمضرب العادي عشان للي ما عندوش مضرب كهربي. بتفضلي تقلبي بقى فيها كده جامد لغاية ما تبقى معاكي بنفس القوام دوت. الكيكة طلعت معايا وسبتها لغاية ما بردت تماما، ورحت قلبها في طبق التقديم اللي انا هقدم فيه. لازم تكون الكيكة باردة خالص والكريمة ساقعة،
يعني اعملي الكريمه وحطيها في التلاجة لغايه ما الكيكه تبرد معاكي خالص، عشان لو الكيكايه سخنه الكريمه وحطيتي عليها الكريمه هتسيح. نزلت بقى كده بكميه الكريمه بتاعتي كلها. لو انت عايزه تحشيها من النص اقسميها كده، هاتي تجيبي خيط وتقسميها عادي، تقسمي الكيكايه عادي. لكن لو عايزه تعمليها زي ما انا عملتها اعمليها زي ما انا عملتها كده بالشكل ده. حطيت كده عليها الكريمه كلها وسويتها كلها كده بالكريمه. كوبايه صوص الشوكولاته اللي احنا شلناها في الاول هنسقي بيها بقى التورتايه بتاعتنا اهو بالشكل ده كده. مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. تورتايه بجد يعني في 10 دقايق هتكون جاهزه معاكي، وطعمها كده طعمها خطير. اسقي كده بقى التورتايه بتاعتي كده كلها بالصوص الشوكولاته دوت. وكان معايا شويه شوكولاته كده، قطعه شوكولاته بشرها بالمبشره عادي، رشيتها على على الصوص. وشويه مكسرات، اي سوداني بقى، اي مكسرات حابه تحطيها. التزويق دوت حسب ذوقك انت. طبعا خلصتها ورحت حطاها في التلاجة بتاع نص ساعة او ساعة، وبعد كده قطعتها بالشكل ده كده. بصي بقى ما شاء الله، الكيكاية هشة هشة وجميلة قوي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اللايك.